اكتر سؤال بيجي لنا على الصفحه: يا دكتور انا عندي ارتجاع ومش عارف اعمل فيه ايه. تابعونا في الفيديو النهارده هنشرح موضوع الارتجاع من اوله لاخره. مريض بيشتكي من الارتجاع، هل الارتجاع اللي عنده ده ارتجاع مرضي ولا ارتجاع عرضي؟ ايه الفرق يا دكتور؟ كلنا بيجي لنا ارتجاع. اللي بيجي عرض كل شويه، كل فين وفين، مره مرتين في الاسبوع، ده طبيعي. لما بيتقل في الاكل يجي له حموضه، ناخد دواء المعده، خلاص دواء الحموضه خلاص. طيب المريض اللي عنده ارتجاع مرضي ده اللي بيجي له حموضه كل يوم، يقول لك انا ما اعرفش اعيش من غير ادويه المعده. انا ممكن اقوم من النوم على شرقه جامده جدا، او اقوم من النوم تعبان جدا، او بيجي لي جيوب انفيه كتير، او بيأثر على الاحبال الصوتيه، انا صوتي بيبقى على طول مبحوح، صوتي على طول بيروح، الم في صدري ما بيروحش، كل ده اسمه ارتجاع مرضي. طيب ببساطه، هو المريء ده عباره عن ايه؟ هو اسطوانه بتمرر الاكل من اول الفم لحد المعده تحت، وربنا خالق المعده بتفرز حمض، حاجه زي ميه النار كده، عشان تهضم الاكل، وفي نفس الوقت عامل فالف او عامل صمام يمنع ان الحمض ده يطلع يرجع في المريء. طيب الصمام ده بيتم ازاي؟ زي ما شايفين كده في الصوره، المريء ده عضو بيعدي من ورا خالص، ويعدي من فتحه في الحجاب الحاجز. الفتحه دي بتخلي الاكل يعدي، في نفس الوقت بتعمل كانها صمام تقفل المريء، بحيث ان هو يمنع ان الحمض ده يرجع. طب هي اسباب الارتجاع ايه عامه؟ واحد، طبيعه الاكل، انا باكل اكل حامي حراق محمر، باخد شوكولاته كتير، باخد حاجات تهيج جدار المعده، الوزن الزايد، كل دي من الحاجات اللي بتزود الحموضه. تاني حاجه، حركيه المريء، انا باكل لكن المريء ربنا خلقه هو اسطوانه بيزق الاكل لحد تحت، انا الحركه دي مش عندي، او عندي ضعيفه، بيسموه ان افكتيف موتيليتي، او حركه غير مجديه. طيب السبب الثاني ان يبقى عندي فتق في الحجاب الحاجز، او حته من المعده فوق الحجاب الحاجز، او ضعف في عضله المريء، او تاخر حركه المعده، لان المعده لما الاكل بيتاخر فيها هترجع للطريق الاسهل، هيحصل لها ارتجاع. او في ضغط من بره على المعده يسبب الارتجاع، وده بيحصل اكتر مع الحوامل، لان الحوامل بيبقى الضغط العالي دوت بتاع الحمل بيضغط عليها، فبيزود لها اعراض الارتجاع، بجانب الهرمونات طبعا اللي بتبقى عاليه اثناء الحمل. اقيم عضله المريء ازاي؟ اقيمها بالمنظار، زي ما انتم شايفين كده. المنظار بيبقى رفيع، يعني تقريبا ارفع من الصباع بتاع البني ادم، زي ما انتم شايفين في الصوره كده، حاجه رفيعه جدا. عين بيبقى نايم مش حاسس بحاجه، بيروح في نفس اليوم، مفيش جرح، مفيش وجع، مفيش، يعني مشاكله قليله جدا. بس فايدته انه يقول لي العضله بتاعت المريء دي اخبارها ايه. طيب احنا المنظار ده هيوريني ايه؟ هيوريني لو في التهاب في المريء ولا لا، في قرح في المريء ولا لا، في خلايا بدات تتغير في المريء، ودي خطورتها لما العين بيكبر مش في السن الصغير، اللي هي الباريت اسوفجس. بيقول لي كمان هل في العين ده عنده حساسيه مريء ولا لا، عنده فطريات في المريء ولا لا، هل عنده مشكله في حركيه المريء، ودي ساعات بناخد بالنا منها وساعات لا، لكن لو خدنا بالنا منها اثناء الاجراء بطلب قياس حركيه مريء. ببساطه انا بخش بالمنظار اللي انتم شايفين كده في الصوره، وبقلب المنظار اخليه يبص على نفسه. طب ده فايدته ايه؟ هيخليني اقيم العضله، العضله دي فاتحه قد ايه، تفتح وتقفل كويس ولا لا، هل في فتق في الحجاب الحاجز، والفالف اخباره ايه. احنا قلنا ان في فتق في الحجاب الحاجز، ان جزء من المعده موجود في الصدر، وده مرض بيخلي ان الارتجاع يزيد، وده علاجه جراحي من الاول. لو حته من المعده فوق الحجاب الحاجز ده علاجه جراحي. طب احنا بنتكلم على ايه؟ على ضعف العضله. ضعف العضله ده هو اللي بيتعالج بالمنظار. طيب اول حاجه انا لازم اقيم العضله المريء دي فيها جرح ولا فيش، في قرحه ولا ما فيش، وده بيتقيم بحاجه اسمها لوس انجلوس كلاسيفيكيشن، وده تقييم اتفقوا عليه الدكاتره بتاعت الجهاز الهضمي، كانوا قاعدين في مدينه لوس انجلوس، عشان كده التقييم ده اتسمى لوس انجلوس كلاسيفيكيشن. بيعتمد على حجم القرحه وطولها، وهل القرح دي متصله ببعض ولا لا. عندنا اربع درجات: درجه اولى ان هي القرحه اقل من 5 مللي، درجه ثانيه اعلى من 5 مللي، درجه ثالثه ان القرح واصله ببعض، درجه رابعه كل القرح واصله ببعض وقرحه كبيره. دول الدرجات بتاعه ارتجاع المريء. دي امثله للارتجاع من الدرجه الاولى: قرحه في المريء بس صغيره، دي قرحه برضه في المريء بالطيف الضوئي، دي قرحه درجه ثانيه لان طولها اكتر من 5 مللي، زي ما شايفين دي واصله تقريبا 5 سم، ده شكلها بالطيف الضوئي، دي قرح درجه ثالثه لانها متصله ببعض، ودي قرح درجه رابعه كل المريء تقريبا متقرح. في كلاسيفيكيشنز ثانيه طبعا بتقسم بيها عشان اقدر اشوف العين ده عنده خلايا بارت ولا لا، وزي ما شايفين كده الخلايا اللي هي اللون الاخضر ده لون المريء العادي، لكن اللون الاحمر دي خلايا بارت. عشان كده مهم قوي ان المنظار يتعمل بهاي ديفينيشن اندوسكوب، منظار عالي الوضوح، وفي خاصيه الطيف الضوئي، لان خاصيه الطيف الضوئي هي اللي بتبين خلايا بارت، لان بالاجراء العادي او المنظار العادي ممكن تشوف على دي انها قرح. زي ما انتم شايفين كده العين ده دي بارت وده بارت، لكن الجزء اللي فوق يمين دوت العين بدا يحصل فيه تغير في الخلايا وبدا يحصل اورام، فمهم قوي ان العين ده يكتشفه بدري، ولما تشخص وتشال بالمنظار وقينا العين ده منه يحصل له سرطان. احنا اغلب الدكاتره في مصر بتستخدم الهيل كلاسيفيكيشن، ده بيقيم العضله عن طريق الفتحه كبيره ولا صغيره. طبعا في ديبيت عليه كتير وعليه مشاكل كتير جدا على مستوى العالم، وهو في الاخر والاول بيعتمد على
حجم الفتحه بتاعه المريء. وفي ناس بيقول لك ايه وهو بيعمل المنظار ياخد صوره الاكبر فتحه، وفي ناس يقول لك لا انا هاخد الصوره المتوسطه، وفي ناس يقول لك لا لا. عشان كده الكلام عليه ديبيت كبير. فعشان كده اتعمل جايد لاينز جديده او بروتوكول للتقييم جديد عن طريق الجمعيه الامريكيه للفور جات سوسايتي. قالت ان احنا لينا تقييم جديد لازم نعمله، يفضل كل دكاتره الجهاز الهضمي تبتدي تشتغل بيه. احنا بقى لنا سنه تقريبا شغالين بيه ونتائجه افضل. بيعتمد برضه على المنظار. بنقيم 3 حاجات. اول حاجه العضله بتاعه المريء، هل الجزء بتاع المعده ده موجود في الجزء بتاع المريء ده موجود جوه البطن ولا فوق الحجاب الحاجز. تاني حاجه حجم العضله، فتحه العضله تعدي منظار ولا اكتر، ولا منظارين ولا 3 ولا اكتر. اخر حاجه العضله موجوده وكويسه ولا فيها مشكله. فده بيخلينا نقسم الارتجاع ل4 درجات. الصوره دي واضحه قوي. اللي على الشمال دوت زي ما انتم شايفين كده، في عضله كويسه، وفي حجم الفتحه يعدي منظار واحد، وفي نفس الوقت مفيش فتق في الحجاب الحاجز او حته من المعده طالعه فوق. ده درجه اولى. الدرجه الثانيه العضله تقريبا ضعيفه جدا مش باينه، الفتحه دي تعدي منظار ونص، ومفيش جزء من المعده موجود في المريء. الدرجه الثالثه في جزء صغير اقل من 2 سم موجود في المريء، والعضله زي ما انتم شايفين واسعه تعدي منظارين وتعدي 3، وفي نفس الوقت مفيش عضله خالص، فبالتالي ده درجه ثالثه. الدرجه الاولى والثانيه والثالثه لو العيان ده عنده ارتجاع مرضي بنعمل لها اجراء بالمنظار وهنشرحه دلوقتي. الدرجه الرابعه دي فتحه كبيره جدا تعدي 3 4 مناظير، والفتحه بتاعت المعده اللي موجوده في الحجاب الحاجز كبيره، وجزء كبير من المعده موجود فوق، فبالتالي الافضل للمريض ده حله الجراحه اللي هي النايسين فاندوبلايكيشن. طيب حاجه اسمها ريفراكتوري جيرد او الارتجاع الغير مستجيب للعلاج، هو ده اللي احنا بندور وراه، وهو ده اللي احنا بنبتدي نعالجه بالمنظار. طيب ايه الحاجات اللي ممكن كنا بنقدمها للمريض؟ اول حاجه يغير العاده الغذائيه بتاعته. 2 الادويه. كانت جراحه للدرجه الرابعه. طب الناس اللي في النص اللي عندهم درجه اولى وثانيه وثالثه هل اعمل لهم جراحه؟ كان بيبقى الجراحه مش مفيده بالنسبه لهم، بالعكس اجراء فيه تدخل جامد، وفي نفس الوقت العيان ما كانش بيستفاد منها قوي. فدول اللي اتعمل لهم الاجراءات الجديده اللي بالمنظار. طيب ما تيجي نشوف ايه الاجراءات اللي بتتعمل. اول حاجه طلعت حاجه اسمها ستريتا. ستريتا ده عباره عن تردد حراري بتكوي العضله بتاعه المريء، بس لقوا انها ما تفتش الا العيانين اللي عندهم درجه اولى اللي هو اي اف اس جريد 1. ليه؟ لان الدرجه الثانيه والثالثه ما بيستفيدوش، مهما قويت من العضله فتحه كبيره بتعدي الاكل. طيب الحاجه الثانيه الارمز. الارمز دي اول اجراء كان اتعمل. ده اتعمل سنه 2002 اللي اخترعه دكتور اينوا. ده دكتور ياباني. مريض عنده زي ما شايفين في الصوره كده كان عنده ورم اسفل المريء، فالدكتور ده شالها له بطريقه تقنيه تشفيه الاورام اسمها الاي اس دي. دي تقنيه عاليه جدا مش اي حد بيعرف يعملها، لازم ناس شاطره جدا اللي تعملها. لقى ان العيان ده استجاب، ان هو بعد ما شال الجزء ده حصل تليف في العضله، فريبيلد كانه بنى جدار تاني للعضله بتاعت المريء، فالعيان اتحسن. العيان جه قال له انا تقريبا الحموضه اختفت. الله، طب ما تيجي نستخدم الاجراء ده في الناس اللي بيعانوا من الارتجاع ونجرب ونشوف. ابتدى بحاجه اسمها الارمز من 2002 لحد 2014، بس كان بيواجهه مشكلتين: مشكله النزيف، ومشكله ان يحصل مشكله النزيف طبعا، مشكله ان يحصل خرم، وكمان الاجراء ده معقد جدا وبياخد وقت طويل. ده دكتور انهوا كنت انا خدت معاه تدريب سنه 2012 في امريكا، وده من الناس المحترمه جدا والشاطره جدا في الاجراء ده. لقى ان في 2014 ل 2018 بدل ما اقطع العضله او اقطع الجزء ده ما انا اكويه بحاجه اسمها سبراي كواك. سبراي كواك ده مود من احد المودز بتاعت او خاصيه من احد الكي ده يوصل للعضله فيحصل تليف في العضله فتقفل المريء. وهنا اخترعوا اسمها الارما بدل الارمز اللي هو القطع، الارما اللي هو الكي. فالكي ده لازم كان يتعمل. الدكتور ان هو قال ان هو لازم يتعمل اول حاجه بجهاز كي محترم يكون خاص بالجهاز الهضمي. تاني حاجه ابره مفلطحه عشان تقدر تكوي الجزء ده كله، الجزء اللي هو فيه الضعف دوت. واخر حاجه منظار بيعمل كويس او بيعرف يتقلب كويس. فدي ال3 حاجات اللي هو قال عليهم. طيب الاجهزه دي مش متوفره في كل الاماكن للاسف، لازم مكان مجهز بالحكايه دي. فدي المشكله اللي عامله ان ناس كتير بدات تعمل الارما بجهاز غير مجهز، فبالتالي النتائج ما كانتش حلوه. تاني حاجه هم ما بيعملوش بالسبراي كواج، هم بيعملوا بحاجه اسمها ارجون. طيب خلينا ناخد الاجراء نفسه. ده الاجراء هو برضو لازم ليه تقنيه معينه. اول حاجه انت المنظار ده تقريبا سنتي، فانت بتبعد عن الجدار بتاع المريء سنتي وتبتدي تكوي حواليه السنتي ده. بتكوي ناحيه الجزء اللي تحت سنتي والجزء اللي فوق 2 سنتي كانك بتعمل حرف الميكي ماوس. ولازم تسيب الجزء اللي هو اللي فيه الفتحه الكبيره دوت سليم ما فيهوش حاجه، ما تكوهوش. دي الطريقه اللي بتجيب نتيجه.
اي طريقه تانية نتائجها وحشه جدا وما بتجيبش نتيجه. احنا لازم نعمل بالطريقه دي لان هي دي الطريقه اللي بتجيب نتيجه. تاني حاجه لازم استخدم زي ما قلت لكم السبراي كواج. السبراي كواج دوت اللي هو الكي عن طريق السبراي. دي صوره قبل وبعد. دي حالات قبل وبعد زي ما تشوفين كده. الصوره اللي على اليمين فوق ده الكي، والصوره اللي على الشمال فوق ده العضله وهي واسعه. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما العيان خف قفلت تماما. دي حاله تانية وزي ما انتم شايفين كده برضو الصوره اللي فوق الدنيا واسعه تحت قفلت. وزي ما انتم شايفين تحت المنظار على طول ده التليف اللي حصل بعد الكي. الناس قالت الله ده اجراء سهل وشكله سهل احنا كلنا نقدر نعمله. فبداوا يقولوا طب يلا بينا نعمله. وفعلا بداوا يشتغلوا بس هم مش واخدين بالهم ان الكي هنا مش بالسبراي كواج. بالسبراي كواج مش بالارجون. لان للاسف اغلب الناس بقت بتعمله بالارجون. حتى دكتور ان هو نفسه قال في الاخر انا ممكن استخدم الارجون بس لازم ازود القوه. طب ليه؟ لان الارجون زي ما معمول اصلا يكوي الشعيرات الدمويه السطحيه زي ما شايفين في الصوره كده. ما بيوصلش للعضله فبيحصلش تليف لو انا مش شغال على العضله. فده مهم جدا. طيب تاني حاجه بداوا يخترعوا بقى الارات دي اللي هو الكي بالارجون وقالوا ان ديت من الحاجات الممتازه جدا. ومهم جدا ان احنا نبتدي نشتغل عليها ونشوف نتائجها. لقوا ان ليها نتائج ممتازه بس مش قوي لازم ازود القوه قوي. دي تقنيه معموله بالارما وزي ما انتم شايفين كده التقنيه كويسه جدا لكن الكي ضعيف فالنتائج بتبقى اقل. زي ما انتم شايفين برضو نفس الكلام حته سنتي حته 2 سنتي وحته تحت سليمه. طيب ايه الفرق ما بين الكي بالارجون والسبراي كواج؟ الكي بالارجون زي ما شايفين كده تاثيره سطحي فبالتالي ما بيوصلش للعضله. العضله هي الجزء البني اللي تحت. لكن السبراي كواج تاثيره قوي فبيوصل للعضله فبيحصل تليف فالنتائج بتبقى افضل. عشان كده الارما بتتعمل بالسبراي كواج. طيب ده الفرق ما بين القطع والكي. وزي ما شايفين كده السبراي كواج هو اقوى قوه بتوصل لكي العضله فبالتالي النتائج معاها تبقى افضل من الكي السطحي. طيب في طريقه تانية عشان نوفر برضو. احنا قلنا الطريقه الصحيحه الارما ده اللي هو الكي عن طريق السبراي كواج. طيب ممكن نستخدم الارجون عشان اوفر او ممكن استخدم الارجون عشان اوفر. طيب الحاجه الثالثه الاي ار بي ال اللي هو الربط. انا بدل ما احرق انا اخش بجهاز الربط واربط ربطات بطريقه معينه برضو حوالين عضله المريء فتقفل زي ما شايفين كده في في الصوره فبتجيب نتائج. طيب انا عاوز اعرف ايه الفرق ما بين ده وده وده. اول حاجه مهمه قوي ان احنا نلتزم بكلام الدكتور ونشوف حد بيعرف يشتغل الموضوع مش يكون لسه بيبتدي فيه او نتائجه مش حلوه. تاني حاجه مهمه قوي لان بيحصل مشاكل في الناس اللي ما بتعرفش تشتغلها بيحصل مشاكل منها. وشفت ناس كتير يعني مثلا المريضه ديت كانت جايه لي هي قطعه هي عامله ارمز اتقال لها انها عامله ارمه. هي مش عامله ارمه هي عامله ارمز والعضله هنا مقطوعه وللاسف حصل خرم في المريء والدكتور قفله لها بكليبسات. الست جالها دي ان معموله برضو في المنطقه الغلط. احنا قلنا بنكوي تحت عضله المريء مش فوق. وللاسف جالها دي وكل شويه بتوسع وكانت عاوزه حل. للاسف هو الاجراء كان معمول غلط اصلا فبالتالي ما كانش ليها حل. الارتجاع راح بس كان عندها دي غير طبيعي وما بيخفش قوي. الطريقه الثالثه الجيردكس عباره عن دباسه زي ما انتم شايفين كده. هو جهاز جواه دبوس بيخش مقفول بنفتحه جوه المعده ونقفل على العضله فبالتالي بنحط دبوس نقفله. بنخلق فالف بنعمل فالف جديد للمريض ده. طيب ده اللي جهاز زي ما شايفين ده جهاز الماني هو احسن حاجه بصراحه لموضوع الارتجاع لبناء الفالف. بس مشكلته الاسعار. دي حالات قبل وبعد زي ما شايفين كده العضله كانت واسعه تعدي منظارين. بعد ما عملنا الفالف لفيناه حوالين المريء فقفلنا كأن زي اللي ربنا خلقه. دي برضو عضله تم لفها وقفلت عليها. بدا يتعمل دراسات على الارمز والارما ونتائجها ممتازه بتوصل تقريبا 60 ل 80%. واتعمل دراسات برضو على الجيردكس ونتائجها برضو كانت ممتازه. في دراسه مقارنه ما بين الثلاثه الارمز والارما والاي ار بي ال وسموا كله الاجراءات دي ارمي. الدراسه دي قالت ان 73% بوينت 8 من الناس اللي عملت الاجراءات دي اتحسنت. احسن نتائج كانت مع الارما بالسبراي كواك نسبتها وصلت 86.7% تحسن في اعراض الارتجاع. اقل حاجه كانت الارمز كانت 68.6 والاي ار بي ال كانت 76.5. يعني النسب كلها تتراوح ما بين حاجه و60% لحاجه و80%. لكن احسن اجراء كان الارمز زي ما قلنا بالسبراي كواج مش بالارجون. طيب احنا كده فهمنا لو العيان عنده اعراض ارتجاع ولقينا ارتجاع فعلا بالمنظار خلاص بنشخص ده ان عنده ارتجاع مرضي. طب في ناس عندها اعراض ارتجاع وتعمل منظار ما تلاقيش حاجه. دول بنسميهم نيرد نون ايروسيف يعني عنده اعراض ارتجاع لكن بالمنظار ما فيش اي حاجه باينه في المنظار مفيش قرح يعني. طب العيان ده المفروض بنعمل له ايه؟ ندور على الاسباب الثانيه اللي احنا قلنا عليها في الاول. اول حاجه بنعمل قياس حركيه مريء.
هو ايه عباره عن قياس حركه المريء؟ هو انبوبه صغيره رفيعه خالص بتعدي من مناخير العيان لحد المريء بتاعه، ويبتدي بنطلب من المريض انه يبلع ميه بعد ما الانبوبه دي تعدي، ونشوف الحركه بتاعه العضله بتاعه المريء والانقباض بتاعها مع شرب الميه. ده جهاز المفروض يتعمل. الاجراء دوت بيقول لي حركيه المريء اخبارها ايه، هل المريض ده عنده ضعف في الحركه، ولا الحركه دي زياده، ولا الحركه دي قويه قوي. ده اللي بيحدد لي اذا كان المريض عنده مشكله في عضله المريء ولا لا. طب لو عملنا القياس ده وطلع سليم، في حاجه اسمها قياس نسبه حموضه المريء. ايه الاجراء ده؟ بيسموه بي اتش متري، والاجدد بي اتش امبيدنس. ده برضو انبوبه بس بتعدي من مناخير العيان، بتفضل في العيان 48 ساعه او 24 ساعه. العيان دوت بيبتدي يمشي بيها ويتحرك وهي متوصله بجهاز هو محطوط في الجيب بتاعه. العيان ده كل ما يحس باعراض حموضه بيدوس على زرار في معاه جهاز صغير كده، بيقول ان هو هياكل، بيقول ان هو هينام، وبيقول ان دلوقتي جاله حموضه او دلوقتي جاله الم. الجهاز ده ببساطه بيقيس ايه؟ بيقيس نسبه التعرض للحموضه خلال اليوم. ثانيا، لما انت بتدوس الزرار، هل اللي حاصل ده كان حموضه فعلا، ولا تقلص في العضلات، ولا لا لا ده ولا ده، انت قايس في وقت ما حصلش حاجه. فالمريض ده بيبقى عنده هايبر سنسيفتي، او عنده حموضه بسيطه لكن هو حاسس بيها حموضه جامده جدا، عنده احساس عالي بالحموضه. ده القياس اللي المفروض بيتعمل على لو انا عاوز اعمل بي اتش امبيدنس او بي اتش متري. كمان البي اتش امبيدنس ميزته عن البي اتش متري انه بيقيس درجه القلويه، لان في ناس بيبقى عندها النسبه دي قليله، لكن في ناس بيبقى عندها ارتجاع قلوي مش ارتجاع حمضي. فالاجراء ده مهم جدا، وبس مشكلته ان هو ناقص في مصر بقاله فتره، والاجراء نفسه غالي شويه لان البروبس بتاعته غاليه. طيب في حاجه تانية بدل ما افضل قاعد ب 48 ساعه بانبوبه طالعه من مناخيري، في حاجه اسمها البرافو كبسول. ودي كبسوله بتركب بالمنظار في المريء، بتقعد تقريبا بتتوصل كده زي كليبس على المريء وتتساب، وهي برضو بتعمل نفس الكلام، بتعمل القياس، بتعمل كل الحاجات دي. الاجراء ده ممتاز جدا ونتائجه كويسه، بس زي ما قلنا لحضراتكم ان هو مشكلته مش موجود في مصر وغالي جدا جدا. الشركه بتاعته تقريبا ما بقتش توفر الادوات بتاعته، فصعب جدا ان هو يبقى متوفر، بس دي من احد الاجراءات اللي بتتعمل. طيب ناخد امثله. مريض عندي جالي عنده 44 سنه، عنده ارتجاع شديد في المريء. المنظار قال ان في ارتجاع من الدرجه الثانيه وضعف عضله مريء. احنا قلنا ارتفاع من الدرجه الثانيه ممكن يتعمل له الاجراء اللي هو الجردكس وممكن الارما. زي ما انتم شايفين في الصور دي، ده قرحه في المريء من الدرجه الثانيه طولها اكتر من 5 مللي، ودي صورتها بالطيف الضوئي، ودي الشكل العضله بالريتروفليكشن. انا قالب المنظار وببص على نفسي، الفتحه واسعه شويه بتعدي منظار وشويه، والعضله ضعيفه. طيب الاجراء ده انا قلت للعيان هنعمل لك جردكس. الجردكس هو الدباسه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده الجيردكس ده دباسه بتمسك العضله، بنحط عليها دبوس، وبعد كده بنشد العضله نلفها حوالين المعده بدبوس تاني، فبالتالي انا بعمل فالف صناعي. الفالف ده بيقلل اعراض الارتجاع. طبعا ده الاجراء تحت الجهاز الاشعه، مهم قوي ان انا ساعات بستخدمه عشان ابقى متاكد ان احنا في منطقه المعده مظبوط. وده الشكل بتاعه، وده المنظر بعد ما خلصنا. لو خدتوا بالكم عملنا فالف صناعي، والفتحه اللي كانت واسعه ضاقت بالاجراء دوت، فبالتالي انا قللت اعراض الارتجاع. وده الشكل قبل وبعد، طبعا بقى فيه فالف، والفالف ده كبير وقوي. طبعا الاعراض الارتجاع تقريبا اختفت تماما، ما عندوش خالص، وكل فين وفين لما بيجي له حموضه بياخد لها دواء معده، وحتى بيقعد 10 ايام مش محتاج اي علاج. لو جاله مرض حموضه لو خد دواء المعده بيروح 10 ايام ما بيحتاجش اي حاجه، فده الطبيعي. فهو العيان ده كده اتحسن بنسبه فوق ال 90%. دي حاله تانية برضو كان عنده ارتجاع. ده عيان 49 سنه عنده ارتجاع شديد في المريء. عملنا منظار، المنظار قال مفيش قرحه، لكن كان في ضعف في عضله المريء. عملنا قياس الحركيه كان سليم، عملنا قياس درجه الحموضه اكد ان في ارتجاع مرضي. فانا بعمل القياس بتاع الحركيه وقياس الحموضه ده، لا المفروض اعمله لكل المرضى طبعا، لكن عشان التكلفه وعشان هو مش متوفر بعمله للناس اللي انا بعمل منظار وما الاقيش عندهم قرحه. طيب الدكتور اللي كان عامل له الحاجات دي بعته لي، قال لي شوف له اجراء من الاجراءات الجديده، فانا اقترحت على العيان ان احنا نعمل الجيرتكس. زي ما شايفين كده بالمنظار، الفتحه بتاعت المريء واسعه، والعضله بتعدي منظارين مستريح، العضله تقريبا مش موجوده، والمريء مفيش فتق في الحاجه بتحبس كبير، لكن في ضعف في العضله. عملنا جيردكس للعيان. ده الجهاز بتاع الجيردكس قبل ما نفتحه، وبعد كده فتحناه، وبعد كده مسكنا الجزء ده من المعده وعملنا اول فالف. الفالف ده اللي هو اللي بيقفل على العضله، وبعد كده بنعمل الفالف التاني، بنشد جزء من المريء ونلفه بحيث ان المريء يعمل زي فالف صناعي او صمام صناعي للمريض. ده المنظر
اثناء ان احنا بنشد على الناحيه التانيه عشان نعمل الفالف. وده المنظر بعد ما خلصنا، وده طبعا الفرق قبل وبعد. في فرق كبير، بقى في فالف للعيان، والعيان ده اعراض الارتجاع اتحسنت جامد. اتمنى الفيديو النهارده، هو انا عارف ان الفيديو طويل جدا، بس شرح يعني ايه ارتجاع، ايه الفرق بين الارتجاع المرضي والعرضي ببساطه. كاخر مسج في الفيديو الطويل بتاع النهارده، احنا عندنا اعراض ارتجاع بتيجي كل فين وفين، ده ارتجاع عرضي، ما تضر يعني، خد العلاج وخلاص على كده. إيه لما يجي لك الارتجاع بتاخده؟ طب انا بيجي لي حموضه كل يوم، الحموضه دي مأثره على حياتي، ما بعرفش انام من الحموضه، يبقى انا المفروض اعمل اجراء. الاول افحص منطقه المريء واشوف انا عندي فتق في الحجاب الحاجز ولا لا، والفتق ده حجمه قد ايه. والله عندي فتق حجمه كبير اكتر من 4، يبقى انا محتاج ان انا اعمل جراحه. طيب حجم الفتق عندي لا، درجه اولى او ثانيه او ثالثه، ممكن اعمل اي اجراءات من الجديده. الارما، الجردكس. انا رايي الشخصي الجردكس افضل من الارما، عشان انا بعمل فالف صناعي. لكن الارما انا بحرق ومستني نتيجه الحرق ده يحصل تليف. معيش قدره ان انا اعمل الارما. عندنا الارت اللي هو بالارجون، ما عنديش قدره برضو. عندنا الاي ار بي ال اللي هو الارخص، نتائج تقريبا كلهم فوق 60 70%. كل ما بعمل الاجراء الاصلي كل ما النتائج تبقى افضل. لو عملت منظار وما عنديش فتق في الحجاب الحاجز وما عنديش قرح بالمريء باينه بالمنظار، المفروض ان انا اوقف دواء المعده لمده شهر واعيد المنظار تاني. في ناس ما بتقدرش تعمل الموضوع ده، فساعتها المفروض بنعمل قياس حركيه وقياس درجه حموضه المريء، وهو اللي بيقول لي اذا كان المريض عنده ارتجاع مرضي ولا ارتجاع عرضي. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديوهات جديده، واتمنى الفيديو النهارده يكون شرح كل الارتجاع. مش عاوز اسمع اسئله تاني في الارتجاع.